بابا رسل دبي الماسحه والصونده، تعال اريد احكي وياك. جيتك عمو. شوفي بابا رسل، انا لقيت لك قسمه وقسمه زينه وانا اعرفهم، والبنيه قد ما تبقى ببيت اهلها هي مجرد خطار، مكانها ببيت زوجها. عمو بس أنا بعدني صغيرة وأريد أكمل دراستي وهاي وصية أمي. انا ما علي بامك بابا رسل، ربيتك سنين وتعبت بعد ما اقدر اتحمل مسؤوليه، كافي كافي تتزوجين عن تتزوجين. حبيبتي رسل، دير بالك على نفسك وعلى دراستك وعلى مستقبلك، لأن أنا بداي مثلك. اطمني يا ام رسل، بنتك امانه برقبتي مستحيل اعوفها. ست سمعنا راح يزوجوك، من هذا سعيد الحظ راح ياخذك. أنت ما لك علاقة، خليك حاير بروحك. ما له علاقه، مو سهله، انا اعلمك. ربي أنت أعلم بحالي. اقول لك هاي من منظف غرفتي؟ ايش بيك دا تصيح؟ ومسويه روحك مسكينه وتبكين باعي لك. هاي صار ثاني مره تنقص فلوسي، مره ثالثه ايديك اكسرها لا تمدها. سهله، انا اعرف شو اسوي. يلا حقير. انت رسل، انا يمك عمك واي شيء تحتاجين حاضر، انت امانه عندي. أشكرك عمو، حاعتبرك مثل أبويا. ما ابغى هيش، لازم تشوف لي صوره حل. ايش بيك؟ هاي بنت اخوك، يوميا فلوس تنقص من عندي بالغرفه واسكت، بس هالمره ما راح اسكت، واخوك طابق وياها، لو انا اطلع لو هم يطلعون. يا اخويا طابق وياها، خليه ياخذها ويطلع ويخلصنا. خالد حرام عليك اللي تسووه، البنيه صغيره، البنيه مو مال زواج، وين تريد توديها؟ خليها بهذا البيت ومستوره. صيح لا صيح، سمعت؟ واذا خايف على بنت اخوك اخذها واطلع، بس اقول لك من هسه البيت باسمي وانت ما الك شيء بهذا البيت، وخاف الله عليك انت بقعدكم. يلا خذها واطلع برا، خلصوني، يلا اطلع.